أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس فيس 5 من دروس شرح متن عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. سجي ضد العنوان ما يستحيل في حقه تعالى. ذي الدرس عدان نمسلايد في الصفات الواجبة في حق الله. مسألة العقيدة يبدأ السي عبد الواحد بن عاشر يسعى أسباب. السبب مزوارو هو المتن في الفقه. المتن في الفقه معناتها يقدر مباشرة يروح يبدأ في أحكام الطهارة، في أحكام الصلاة، في إلى آخره، ولكن يروح إلى العقيدة أي غير السبث مزواروث باش يبين صفات أو شروط صحة العقيدة باش تصير العقيدة الصحة. لماذا؟ لأنه هي الأساس. إذا كان الإنسان ما عندوش عقيدة صحيحة ويزمير الخدمة ستيتقرز. الخدمة تبنى في العقيدة. العقيدة ذا نساتي الأساس. تحصل ياك باللي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل تفلس القرآن ذي مكة المكرمة يتزور ياك ويتوكيض في الإيمان، في العقيدة، الإيمان بالله بصفاته العلى بأسمائه الحسنى، الإيمان بالملائكة. عند زران الملائكة الغشيم وسينا الملائكة والكتب السماوية في كتابين دي شجع ربي سبحانه مشجع نيسي مزورة. يأكل الإيمان بالقضاء والقدر المكتوب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والنشور. يكتب مسلاقي مرة اللي هي أصول الدين وسنتد ذي مكة المكرمة قبل الهجرة، قبل ذي هاجر سي مكة المدينة، ما يسمى بالقرآن المكي. لسبب النظام أن التزام أحكام الفقه أو أحكام الشريعة بنوعيها، أحكام العبادات وأحكام المعاملات، هذا مرهون أيضا بسلامة العقيدة. كلما كانت العقيدة صحيحة سليمة ذلك أدعى إلى التزام أحكام الشريعة في العبادات والمعاملات. شو المعنى بوال؟ ما إلى العقيدة تقرز العبادة أتسيلين الزل دي الزل ثورة ساقي الغاشون تزالارا يخي لا دين السلم تزالارا. هذا شو يقول؟ قطعا ذي العقيدة يخصن قطعا خاطر يزمر قالنا غادي اللي اشيني كيني والله هارو منغص ربي ما شاء الله، ولكن تخصي الظل ما ينفعش. ثم نصر بالظل وننكر ربي ساض الإيمان. ساض الإيمان يموت زال ضرر، ولكن الإيمان يضعف. لو كان الإيمان يقوى أتظلل. الصلاة عماد الدين أكيد النبي عليه الصلاة والسلام. تجدي ثم ثقي كان قصد. ممكن الإنسان يفرط في بعض الأمور، ممكن هذا وارد. تفضيل قسلا يشتوى يفغس العقل زمور رفض السرس يزمر الحال. ماشي ياكل غاشوف انا نظل ندير الوقت هكا بالك ثوره هكا ثوره نجمع نسوق زمور نجمع نسوق زمور شا خدمه دايري قلان. ماشي المعنى يسان شتاقيت وقبل مي دايري قلان لا الدونيث الا والحريص الا انت لي كونترانت الى كلش. ولكن حارا عند يزور ولد في عيث ودار حارن من المرا وظن ذغل الوضوء الظلن قبل دوض العشاء ظل المغرب والسلام وربي ان شاء الله غفور رحيم. ولكن باش تفضل ما يصليش لا ما يزكيش. شحال غاشي تفضي 30 سنه يكسع النصاب يبض النصاب ما يزكيش ويسعى الشراره.
هكا من بعد القافل الوافل مازال خدمه لا كونطابيليتي الميتسورا في غابيبير واحد 5 مليارا يعني هكذا وضنا 10 ولا 12 كي ياكل غاشي لا عجب 30 سنه يقسع النصاب ما يزكيش اش يخصن العقيده تجيداره لو كانت تجيد غادي يزكي ولاش يساوى لك وهكذا. وكي سبب ثاني السبب الثالث أنه عبد الواحد بن عاشر رحمه الله يبغى غادي يفك شوية المعلومات من صميم العقيدة. علماء العقيدة يفصلون فيها ولسيف كي غد الزبدة إفكي غد الزبدة المنهج الذي طبقه الفقهي طبقه في العقيدة بدليل درسني عدان نهضر الصفات الواجبة في حق الله. الساقي نهضر في عنوان آخر ما يستحيل في حقه تعالى. لنت 13 الصفة لا تليق بالله عز وجل تستحيل في حق الله تستحيل ذو المحال أذي سعور ربي يوسيسنت في مسألة قادين يا ساقي 13 ذو المحال ربي غادي يسعويث الصفة السيسنت باش السين ربي أكثر إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن هذه مقدمة في أمر العقيدة وأمر العقيدة أمر مهم ولكن نبهت إخواني الكرام أنه ما يدخلوش في بعض التفاصيل اللي ممكن تخلي الإنسان سمحتي ربما يدخل في واحد النفق في واحد المسائل الدقيقة جدا ممكن إذا ما عندوش الضوابط وأدوات الضبط والفهم ممكن يتخلخل شوية وهذه الأمور ربما في الدرس القادم سأشير إلى بعض منها. اليوم نبدأ في شرح هذا العنوان ما يستحيل في حقه تعالى ويستحيل ضد هذه الصفات هكذا بدأ ويستحيل ضد هذه الصفات مع انتهى ربطنا بالصفات التي تصح في حق الله تعالى تجوز في حق الله تعالى الصفات الجائزة الصفات يعني يقسع ربي سبحانه شرحناها الدرس اللي فات السجلك ويستحيل ضد هذه الصفات أنت فرنت ديني تمزورث العدم تذكرون ذي الدرس عدان نناد من الصفات الواجبة في حق الله تعالى الوجود ربي واجب الوجود يلا هذا ما كان ممكن القرص قبيل كان إلا ربي نعبر عنها بهذه اللغة البسيطة الواضحة إلا ربي لا الله من صفاته الوجود إذن ضد الوجود العدم. نكني معاشر إخواني من صفاتنا فيما سبق كنا عدما أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مكل يودينا إلا يون الوقت ولا شي فياكو وين يلولن 1950 هذا سنيني كشيني 1949 ولا شيك مين بيتعبط قماش مثلا تفضيض الوجود الأمر من ربي سبحانه سقسمي يتزغط عبط قماش من بعدين يكتبن دين 9 شهور 12 يكتبن أبرا يفقد ردونيث. ولكن قبل ذلك هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولكن علماء العقيدة شو القرن هو موجود في علم الله ولكن غير موجود في واقع الحياة. في علم الله خطر ند من صفات الله العلم
والعلم صفة أزلية. ثركا نزرع دلالني قردان رغورنا وثنوالا راه وثنسينا راه، ولكن ذي العلم من ربي سبحانه يزرى باللي اللان وديلين ملمي الله أعلم. ميلاد الإنسان على ربي تزرى. إذن سبق في علم الله الأزلي أن فلانا سيوجد سيخلق من العدم. متى؟ الله أعلم. عند الناس هذا الإنسان متى يوجد؟ حينما يكون جنينا في بطن أمه أدنين الفلان هثان مشروع إنسان، ولكن قبل ذلك في علمنا ذلك الإنسان عدم غير موجود، ولكن سبق في علم الله أنه سيوجد. هذا هو اللي قلنا العلم صفة أزلية لله. نحاول نستخدم معاني بسيطة جدا باش نفهموا جميعا، يعني إن شاء الله نفرض نفهم. زيد أن بعد اسمي يتعبط قماس ويق قدرا باش يدير ذا قشيش نغسى قشيش ذكر أو أنثى مرة أخرى الله ضرب قدرا. لذلك ويسعد الرش ويسعى في قشيشين ويسعى على قشيش ثلاثة قشيش ذا ربي سبحانه سدي فكاره. لذلك الذكور والأنوثة أيضا بعلم الله وإرادته سل إرادينس. لذلك ربي يناد ونقر في الأرحام ما نشاء. الآية كي شوفوا تاس مليح ربي دينان ونقر في الأرحام ما نشاء. صافي ربي سبحانه أد يخلق يتعبط تيمات أشو كفغا نتسا مادام ذي نتسا رنو ذا تجور في العقيدة نكمل نتعمق شوية. الشرد ديال الجنين الني ينكمل غير نكمل راه ثقيت ورد اصلا ميديسين ليكوغرافي ياخاكا ذاكين نسكشم كل مخنق ذا هدو ذا ديتروي ذاكيت ورد نكون نخلط نكوني ثوري نسلم ذا يكشم غادي وقف لاكي شحال لي زافرت مقدران باطله بلا سبب مجرد ليكوغرافي وتزمر ليكوغرافي تغلط ذاين معروفا. الوغ من بعد اشيني هما لا يلاه لافورتمون ولا لو يظن بلا لا ليكوغرافي بلا ثمطوط الساعه 4 الدريه ستاتيستيك لا كاين بزاف اللي زمير غيرها صرف كاع وعار وكذا ثم عشت وعار يلا روح لافورتمون. وهذا موجود للاسف الشديد. نقول لهم للناس علاش وربي علاش نسيتوا الايه هذه ونقر في الارحام ما نشاء. نروحوا شويه غادي يظمي يهلاك ليكوغرافي ثم يهلاك. شنو الهلاك؟ هذه يهلاك عقيدتنا العقيده خاطر العقيده صمام امان. هذه يهلاك بنادم يكفى ربي بوركوا نكون ثور نهلك صافي ولي يهلك ندينا غير ذمتنا لا لا شي قد ياسمين ما يكفى ربي ويهلك اسمي ساعة 10 سنين ويهلك اسمي ساعة 40 سنة ويهلك اسمي ساعة 6 شهور واسمي ساعة 3 شهور يهلك. فهمتوا المسألة كيف؟ الشغل يكون في القبلة راه يثعبط قماس يهلاك افورتمون الإجهاض ثورة مش غير في العقل. وطبعا العقيدة مهزوز. لذلك كاين الناس اللي عندهم عقيدة قوية كاين خاطئ.
أما راح استكشار ربي. العقيدة إذن من مقاصدها الثقة في عطاءات الله عز وجل، وكذلك فيما سلبه. ربي يعطي ويأخذ كما الموت، تجي الموت يموت واحد من بعد باش نديرو؟ نقولوا كما قال القرآن في سورة البقرة 156 الآية: وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك عبد الواحد بن عاشر رحمه الله حسنا فعل قبل أن يدخل في التفصيلات الفقهية، بدأ بالمسائل العقدية، والعقيدة بقدر ما تكون قوية صحيحة فينا بقدر ما نلتزم بأحكام الشريعة في العبادات وفي المعاملات، ويستحيل ضد هذه الصفات. هكذا بدأ: العدم. إذن الصفة التي تستحيل في حق الله ونستحقها نحن، وقد كنا في يوم من الأيام عدما، لقوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. زيد العدم. إذن الله عز وجل هو واجب الوجود، يلا ربي يلا. العدم ضده الوجود، ربي يلا. إذن من الصفات التي تستحيل في حق الله تعالى العدم، ومن الصفات الواجبة في حق الله تعالى الوجود، هو واجب الوجود. الحدوث ضد القدم، بمعنى نكني من المحدثات كلنا حدوث. خطر ربي سبحانه خلقنا من غير مثال سابق، ونقر في الأرحام ما نشاء. خلقنا إذن من غير مثال سابق. نكني من صفاتنا الحدوث، نلا ولا شنا نغن لا، هذا ما كان. أما كن قم كاناكي لا نوقاذي لا نغن ولا شيثا مثم، وهكذا. ونتلاحق إلى أن يأتي اليوم الآخر، بعد نلتقي كلنا هناك، اللقاء الأكبر: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. البقرة 281. العدم، الحدوث، ذال الحادثات، كذا الفناء. صفة أخرى تستحيل في حق الله: الفناء ضد نس البقاء. ذكرنا من الصفات الواجبة في حق الله تعالى البقاء. رب سبحانه حي لا يموت، يبقى، وهذه صفة لله سبحانه وتعالى لصيقة به وواجبة في حقه وفي حق ذاته. ولكن نكني من صفاتنا الفناء، كذا الفناء. إذن الفناء صفة مستحيلة في حق الله. رب سبحانه من صفاته البقاء، نكني من صفاتنا الفناء. نمث ديال واس أذا نمث أكن من لا، ولكن متى نموت الله أعلم. لذلك كاين من الأسئلة المحيرة التي شغلت بال الفلاسفة والفيزيائيين: بداية الحياة ونهاية الحياة، وماذا بعد نهاية الحياة؟ قلت لكم ما ندخلوش في التفاصيل الفقهية التفاصيل العقدية، ولكن سيدي ندير إشارة. يلا ثلاثيني من الميث في ذا الحياة النار سهل. شوف لي فيريد فامي تزرب المي كل يوم من الميلول. كيني من الميث في ذا الحياة جديك دينار كيف لي فيريد فامي دي السفر. كيني وغال الجد العاشر ذفير هذه نوزريغالا. لو كذا كيني وغال رويس 20 دي نوزريغالا. أشيني غوغال إلى ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
وروح كاين هذا سيدنا عيسى، وروح كاين سيدنا موسى، وروح كاين وروح من بعد سيدنا ابراهيم الخليل، وروح كاين وظل سيدنا نوح او ظل ادم، روح سي ادم ثرضاكين، سي ادم ثرضاكين. السؤال شغل الفلاسفه والفيزيائيين بدايه الحياه، الى الان لم يتفقوا. صافي شحال مليارا لا من السنوات قلنا ثقي سنذكرها في الوقت المسمى ماشي الان، خاطر كان تفتح القوساكي وكفو غير تنادين اسمها سرحي المخيك هذه روح الى ما قبل خلق ادم، الى بدايه الخلق، روح القرون الذفير. السؤال الذي يحيرك سؤالان، السؤال الاول متى ملمي تبدا الدنيا، السؤال الثاني هل طرت لا حياة عاش المخلوقات تمسينا راه تعدى يوث الحياة المكفان ثنجر الدنيا تنسن أبر من أستاذ نكوني أرنو نروح لدغ السؤال نظن ماذا بعد الآخرة. يلا نموت، يلا يوم الحساب، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. يعني الصورة الأواخر سورة الزمر نروح نبض الحساب العقاب، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، يروحوا كاع لجهنم الكفار، من بعد يجيو المتقين ربي جعلنا منهم، وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمراء، لا باس نبض الجنة، وبعدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، أقلغ في الجنة غاية ما خصنا والو، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نهاية السورة صافي داير. من بعد شحال ونتفير بلي خالدين ميدي يهضر في الكفار خالدين، فبئس مثل المتكبرين خالدين فيها بعدين فبئس مثل المتكبرين. وإذا غنكون دار كيف ان شاء الله غيجعل ربي سيسن اهل الجنه ذا غادي يشمل الجنه، اليس كذلك؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين معنى تيرنالمون. من بعد يثار جمله من الاسئله، من هذه الاسئله فناء النار، اسكو جهنم كاين تفوك نتسات ونتسات مخلوقه خلقي سيدي ربي، اسكو تفنو وتفنو يعني التخصيه ديال سي موسى تخصي خاطر عدل الله مطلق، وين كاين يخدم الثواغيث الدنيا ثاني يخدم كل الجرائم وكل كلمه اللي خدميتها اللي كلمه وكل خدميتها. من بعد غادي توعد تسب شحال في النار من بعد شحال قرن عن 2 قرون 3 القرون خالدين مشتد كان عدل الله ربي سبحانه عادل اثي عاقب كان شو يلاقن شو نسبن يسعى الميزان وما ربك بظلام للعبيد وعدل الله مطلق. تعقب يوم شحال لو كان دير الدنيا تنا نكون يا يولي دي خدمان كريم اكيني شحال سنحكم الدنيا سنحكم 40 سنه غادي نتقوى شي بزاف 10 سنين بركات خاطر ما ولين غير مثلا لا ماشي القتيل انا كذا كذا 10 سنين بركات ثايا غادي سواضع كاين سنه 20 سنه وايضا كاين سنه 30 سنه ولا شو راه شي ناس نخدم ناس نحكم 80 سنه مثلا. وقيد الميزان كان البشر ولله المثل الاعلى. صافي يطرح موضوع هذا فناء النار، وهذا كذا موضوع عميق جدا. اللغه الماده اللغويه لكلمه الخلود فنشرحها كما شرحها اهل اللغه. وبعدين هذا اللي خلى هذاك اللي ابو ماضي عرق انتاس اذا يكون نحمد ربنا نشكر ربي نسعى العقيده نسعى كلش عموم. يعني الاسئله المحيره نسعى الاجابات لانه ايغر خاطر كون يدرك بان العقل محدود. ذكر المره اللي فات شرحنا هنا في الدرس هنا العقل محدود. حذاري واحد يقول العقل غير محدود. البصر محدود ولي يغفر الحظ تولي غاره سيظهر الليزر باش امزوغك محدود
كل شيء محدود. العقل محدود، نكون ضد الذين يؤلهون العقل. العقل محدود. أندون زميرانا أين كل الأسئلة قال قنتني السين سنيثنت الحمد لله ذي الدين النظر الحمد لله. ماذا ينول العقل لا يخترق يسعى الحدود من متسع. ندعها لعلم الله، نزرب لي الله عز وجل من صفاته العلم، والعلم صفة أزلية في الله عز وجل. علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون كيف كان يكون، سبق في علم الله ذلك كله. ونكوني نزرب لي صفة العلم صفة أزلية لله. إلي أبو ماضي إنك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي. شوف كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. يشير إلى هذا، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود؟ هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود؟ لست أدري. المسكين ولماذا لست أدري؟ لست أدري. يفقد الطريقة يقول زريغارة وزريغارة وزريغارة. العدم كذا الفناء والافتقار عده. معناه من صفات الله الواجبة في حقه الغنى، غني حميد، غني ذا ربي ذا مركنتي، ولكن نكني من صفاتنا الافتقار. هذه لا تليق بالله عز وجل، تستحيل هذه الصفة في الله عز وجل، أي الافتقار. ربي صاحب الغنى المطلق. مادام ربي ذا الغني صافي أديفك بلا حدود، يسعى عطاءات، وعطاءات الله صنفان: عطاءاته ربا تعطى لجميع الكائنات، عطاءاته إلها تعطى للمؤمنين به. عطاءات الرب سبحانه الهواء، الأكسجين في كتاب، ماشي وين يعصان يكسس وين يومن يفكايز نسير سبيرياكو كيف تزمرت ساعات تمدن. أما ذا العبد المؤمن، أما ذا الكافر، أما ذا النظوان، أما ذا اليعصان. أمان، الغذاء، الكيسة، اللي هي مقومات الحياة من هواء وماء وكساء وغذاء وإيواء ودواء. هذه مقومات الحياة منحت للكائنات بلا استثناء، ولكن عطاءات النظام الجنة يعطيها رب سبحانه للمؤمنين، هي وكذا بريد. السكينة يفترض أن المؤمن يكون عنده السكينة لقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أي وحدة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المفروض واحد مسلم مستحيل يسويسيدي. هذه علاش الناس يسويسيديو؟ لماذا؟ ديغوتي نقلق لي بروبلام هادي 8000 2000 فراك نقبل 8000 ولا انت الباطمات اوب واحد القرميس يا اخي هنا ومسلمين وكذا شويه ثورة ما نش نتكلموا على المرضى، خاطر كاين اللي مسكين مريض ديبريمي ولا وحدس مريض لحظه الانتحار لا يعلمها الا الله. لذلك لا نحكم زميران الجوجي الغاشي مما إلا التفضيل ذي المؤمن اشيني يتخمم غادي نغيماني وكذا. لا اخويا ذل الشيني ذي المؤمن لا ربينا لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما.
ثم أنت مؤمن عقيدة ربك يجرب سوينك يبغى إذا الصبر والسلام عليكم. بحيث تضيع الدنيا تروح الآخر تضيع الآخر خير تروح الدنيا فيك مي الآخر الطونسيون تروح خاطر مشكلة مثلا ونسبة سيدي نسعى لي بروبليم مقارنة ندير آخر بحيث يفرو وقال لك الدنيا مرحبا ثيكوال تلها ثيكوال فيريس ثيكوال الصفاح ثيكوال السقراح. وهذه من خصائص الدنيا. المؤمن يعلم عقيدة أن الجنة فيها كلش، الدنيا ما فيهاش كلش. الدنيا شحال تبغيض وثبي الضارة. لذلك ربي في الجنة لكم فيها أي ذهن ماشي ذاكي لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. في الجنة ذاكي نا أين تبغي تكوالي لا تكوالي ولاش وعادي دعوا ربي سبحانه عادي مي مرحبا استكشار غير دمي غاولاكي باش نزر باللي ربي سبحانه غني حميد يستحيل في حقه تستحيل في حقه هذه الصفة اللي هي صفة الافتقار. نحن نعم نكون الفقراء إلى الله، نكون كلنا فقراء الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى الغني فينا فقير ميمونيس عندك نغذ الفقير خاطر يزمر ربي سبحانه أسكس النعم في أي لحظة. لذلك النعم التي منحنا إياها قد نتركها نتخلى عنها وقد تتخلى عنا. أتظن ساعة كاميون إما يروح أسو كاميون يقيم دنسا نغير يروح نسي يقيم دو كاميون ساكن معنى باختصار يا خاكا شحال كاميون اللي يروح قيم دي مولان وشحال مولان اللي يروح نقيم دي كاميون يعني تراكتورا صافي ذن النعم تسلب تبقى ما يبغى ربي سبحانه. وثم أنه حتى ولو بقيت تلازمك كي تموت تخليها لغيرك رحم ربي قبيلي سينان ثمورث تبديل مولا. إذن العقيدة مليحة بزاف يا جماعة الخير على بالك تخلينا مرتاحين ما شاء الله. أين كي يضرون ذي الدنيا يوليك تدبر هذا يرحم ربي ذا قبيلي سينان أم ذاني تحبير ربي يدبر فرا واحد الساعة على بالك ذي قبيلي سنين زيك تصفطي كوال أمسلي ذا مشطوح ذيك كلش فرا صفا مذبر يون الحمد لله. لو كان السين ستان بروبلام لو كان صافي طفل كوانا ضكوا كعرق انت ورا طفل يون العبد يتحبر حبرك انت تبغيض مي اضبر ضربي يون العبد بالتفكير والله بالتدبير يكفى كلش. وذا مادام الغنى بيد الله حينما يرزق عقيدة لا نعترض على الله خاطر كويتك وغتسفى العقل كنت فكر الدليل أنوليون فيريث فظليت ولاش رمضان ولاش والوا مي كل شيء في كيس ربي في كيس الصحة في كيس الدرية التراكتورن الشركات كلش التفضيون يتفغر في الجامعة ذا سفل سي الحفا روايض ما يخدم في حانوت تيزنزو القهوة السكر ذلي كريدي ياكل نغالا شحال ترى مساكتك هنا تزكي غاس تفكرنا اشتيلات كريدي 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 مفهوم امي يروح النصاب يروح كلش الور من بعد كيني ما يخدم برو يرضى 100 مليون دار طال غادي يخدم مشروع ان بروجي يخسر هذا في العقل فواطا مثال من بعد سيكول كان كدي عندي الزات سوينا كني خاطيها وسينا مشي عجبه امشى هكا الفناني والو تظليت ولاش والو ربي في كيس بلا شحه كايني قيام الليل صلاه الفجر في الجامعه وكلش ولكن مشكله صافي العقيده نينس مهزوزه ضعيفه
مادام ربي سبحانه هو الغني الشغليس ونكتشم على ذي الشغليس كل يوم ذي يخدم الشغليس نكون خدم شغلنا ربي ذي يخدم الشغليس وثفرا خاطر موش هذيك شمت مشاعر الحسد هو الساقي غير يحسد قوانير مدن لماذا؟ يشمد لشغل ربي على بالك يمشي عجب الفلاني الباك يربح حيت لا ليسونس الريوسك يربح لك ريبو والو ريبو كذي فلاحان امشي الفلاني وفالخذ ما يكونوا لا اله الا محمد رسول الله المقارنات دارمين بدا خنتوا شويه داك غنشوف راه دريالنا اديوي ميك طرايز سور 20 سي ضمك ميس عميك يبو 17 الجار منا غيبو 18 شنو نخدم زعما شنو نخدم اقشيش اللي نصحفظ يير ثيسمين اسقارنس القبايلي ثيسمين الهنات يير ثيسمين اذي يغال اذي شرح ميس عمس خاطر يبو 18 وذي شرح الجاريس وكي شرح خاطر المحاسبات نسى داخل الفطرين السليمه الحديث النبي عليه الصلاه والسلام كل مولود يولد على الفطره نكونيك سلوغ نتاع وينت نغالم بعد لا اله الا الله محمد رسول الله ورنرفيح حيث مغري وينا ورنرفيح ثيكوال من الجنازات ما تخمم الجنازه اني تقرز بزاف فهمتي هكا تشان سوال الجنازه تقرز الحسد لذلك ربي ندوى من شر حاسد اذا حسد الحسود لن يكون مؤمنا كامل الايمان اذيال غادي يذرنا نورمال ما عندوش لانه كان مؤمنا ربي قال اهم يقسمون رحمه ربك يا اخي ربي سبحانه اين ديفكا مرحبا عادي شيني سثراس خاطر ربي ماشي ذا خوفي ساعه خوفي تسمى كلش مع خوفي مكون ذا خوفي ما يفكاين ديونا قنطره ديال وين قصاره ربي ماشي ذا خوفي الساعه باش انا كواذا ينقص يناس فكيد ذايا والسقراره غير تفكيض الفلاني باش ماري الشغليس لذلك موضوع الافتاء الابل عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ودي هذرا في الامور كان كاين الله يبارك من كبار العلماء من بعد وان يماثل معنى ربي سبحانه لا يشبه حذاري نادي الدرسني عدان شو دينا علي بن ابي طالب سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء ليس كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ختمها بسورة الشورى الآية 11 سورة الشورى الآية 11 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ما خطر ببالك فهو خلاف ذلك إذن يك الصورة غادي يسندي المخيك ماشي تسين لا يمثل وقد ذكرنا عقيدة أهل السنة والجماعة في الدرس السابق وميزنا بين أهل السنة والجماعة إلى غاية القرن الثالث ثم بعد القرن الثالث ما سمي بالسلف والخلف الانتماء إلى السلف شرف كلنا سلفيون وإبعاد بعض المسلمين من السلفية خطأ جهل جريمة سكلير واضح هذا هو العلم ولا شيء النظام لذلك ميزوا بين السلف والخلف الخلف قالوا بعدم طبعا التمثيل ولا التشبيه ولا التجسيد بعدين قالوا ولكن مع التأويل يؤولون فيؤولون يد الله مثلا يد الله فوق أيديهم بالقدرة
كاين التأويلات كان فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي تحت رعايتنا نعلم ونبصر السر وأخفى ذي العناية والرعاية وتمام الرعاية إلى آخره. وتأويلات الخلف بضابطين: الأول بما يليق بمقام الله عز وجل، الثاني بما تقبله لغة العرب في دلالاتها. يفراوى كل شيء ذا أين ديوسنا كذي بالنا يقول رب سبحانه عز وجل وأن يماثل، فلا يمكن أن يمثل الله سبحانه وتعالى ولا يشبه. ونفي الوحدة يعني ضد الوحدانية، الله واحد ولكن كل شيء متعدد، حتى الذين انحرفت عقيدتهم كما لدى الفينيقيين ولدى الأكاديين أو الأشوريين أو الفراعنة أو الرومان القدامى أو اليونان الإغريق، رغم أنهم يملكون كبار العقول. كي تقول سقراط حبس الومانة، نعم هو مؤسس المنطق، وإن كان في التاريخ ينسب المنطق إلى أرسطو. تلقى أفلاطون، سقراط، أرسطو، يعني كبار العمالقة. لذلك يؤمن بتعدد الآلهة. مثلا كما الفينيقيين مثلا يقول لك يعني الإله الفتى، وبعدين لا ترينيتي هذه اللي داروها بعد المسيحيين بعد قرون، هذه ما موجودة في العقيدة نتاع الفينيقيين. لا ترينيتي موجودة والوقت لا يسمح باش نفصلوا فيها، موجودة عندهم 3 4 نغلل الآلهة: إله المطر، إله الرياح، كل إله سبيسياليتي، كل يوم شو يخدم. يونا دي الشرق يطيج، يونا دي الصغرب، يونا دي سير حيوامان، يونا دي سير حيواضو، يونا زلزلة، يون الآلهة وقيا كل كذبك ربي فراتي دي قاعد يمشقعان. إن ربي يون سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن الله عز وجل لا يتعدد، واحد لا شريك له. قل هو الله أحد. عجز، كراهة، وجهل، وممات. يعني الصفة النظام التي تستحيل في حق الله. عجز، والعجز ضد القدرة. ذكرنا المرة اللي فاتت الصفة الواجبة، من صفة الواجبة لله القدرة ربي سبحانه. بعدين كراهة معنى ضد الإرادة. ربي سبحانه يسعى الإرادة المطلقة ويسعى القدرة المطلقة، ولكن نكوني نسعى صفة العجز. عندنا العجز وعندنا أيضا صفة الكراهة، كان ربي سبحانه لا تليق به إطلاقا. عجز ضد القدرة، فربي سبحانه لا يعجزه شيء، بالعكس لا يعجزه شيء. يعني أين يجفغ يضرب الإرادة لذلك في الفقه الإسلامي سنشرحه في الوقت اللاحق أنه كاين بعض الأمور تسقط عنا للعجز. كاين مثلا الغسل، إذا قد كتصادف فيك يعني إمرار الماء على العضو المغسول درك يخاك إما إلا فوسك يريد بغارة تخمضي أندري بغارة، وحيث عجزت فلا حرج. هذا ما كان. الركوع تركع، كاين هيئة ركوع كيفاش تكون سليمة مزمرة، يعني شو قالوا لك المزمر. القيام ركن للقادر عليه، في حق القادر عليه، ولكن نجد في الفقه صلاة العاجز والمريض. هذا باب صلاة العاجز والمريض. الظل سيف الدين ما الزمر اوبليجي، مولاش تظل تبطل ملزم يضرب. ظل سيغيمي سفلو كرسي ملزم يضرب. ظل في يديس اي فوس نغازل بعضنا ثين جنيث الظل هذا ما ملزم يضرب. ولو كان سوالني الإمام هذا ما كان. المهم الظل ودقارة الظريف الساعة ساعة الكونجي
زال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي غرد أني غاكاين خاطر كاين صفة العجز، لذلك كاين أحكام العاجز هكذا. والإرادة أتفوض حاجة الزميضة مركنين العين بصيرة واليد قصيرة ثيط ثوالا أفوسوري الزميرة نغ أولي يفغى ولاش تزمرت تكساس تزمرت ذيني مقارن يريد القلب ما لا يقبله العقل. أما كي كدني راسني ثورة نبغى نروح نظل العشاء ذي مكة المكرمة نظل المسجد النبوي نبغى، ولكن مسند العقل لكن شكونك مستحيل. الله يبارك. إذن سبوسي يسمى بالعقل العقال، العقل تسكش يخدم الضوابط لكن ممكن مش ممكن لآخره. سبوسي العقل مناط التكليف كما قلنا، وكرر بعض العبارات باش تحفظ. العقل مناط التكليف هكذا يقرر الفقهاء. والعقل هو الميزان الموازين العقلية، والعقل هو الذي نستخدمه لفهم النقل لفهم الوحي كما شرحنا فيما سبق. ولكن لذلك في الحديث القدسي الجليل يقول لك عبدي أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. تفرق حظ هاي قال العبد مش تبغير كيف غير. لذلك لنت الآيات كثيرا تفضل يريد الله كقوله تعالى مثلا في سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ماذا غنكوني ثيك ولكن لا ربي يبغى نكون نبغى النظم ونخدمكم ترى شو يبغى ربي يا وذي سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا الآية واضحة. يريد ربي يريد مادام يريد مفهوم يا جماعة الخير. ماشي كي نتاود كي نريد صافي خاطئ ذي الفغين ربي راه يلحون ذي الفغين ربي راه يلحون. وذاك الحديث القدسي رب عبدي أنت تريد وأنا أريد، إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد وإن لم تسلم لي ما أريد فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. سيك قرنك ود المثل في الدونيس ونتسجل في الدونيس يبغى يوضع ماركانتي بزاف. اسني فاتيو الحكيم إن يسال الفلاني الدونيس إنس أم يغس يسعن الريحة بوكسوم أستغزض لما أتجرح التغمسيك وسينار أم يغس يسعن كسوم خاطئ إنس أم يغس يسعن الريحة بوكسوم الريحة الصدمع صح بيني وبينكم. لان لي جون ساكين اللي خدم داكي واش يخدم ماشي نروح هاد الخدمه لو مارياج ا بلان في باري نغ في كيبيك هذه فلوس داك سيفرو سي فلوس ولا واش لا بيل في 3 زون 4 بون افير ادي ويزيري ما ديوغال زرم ثاقي هاكي تخوي شحال تموشوا انت كذا وغرسك كي تخمم تيتزمو من بعد المسلم غطاسي يروح نسميه ياكي لا اله الا الله رسول الله. نسال الله الهدايه للجميع اليس كذلك؟ روح كنسل العقل تساوي لا نعم يخلص يزيد يدفع اموال وخلاص. نعم لذلك وصيه طبعا يستغلون ضعف العقيده والطمع إلى آخره. والحكايات كاين حكايات مضحكة ربما تخطر ببال بعضكم الآن مضحكة حصلت في هذا السياق في هذا النفق المظلم. لذلك روح كان ستاويل سلا عقل كان ربك ترزقنا كنسينو في اللحزيك إنيس ربي ما غادي يرزق سنين يزران داز غادي يزرى كلش
وجيتي ربي والسلام عليكم. زرعي مفلح جيتي ربي انت غادي السمغين غادي غاولاكي خاطر دايما دوغلا الاراده. إذا غادي حاجه نظن في موضوع الاراده ما هي؟ بمعنى ربي ما يبغى يسهل في الناس. أذكركم بما قاله ربنا جل جلاله في سورة ياسين الآية 82 على الشمال السطر الثالث. دينا ربي سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صافي لا باس. شوف كان الإرادة إنما أمره علماء التفسير ند أمره لا استثناء له خاطر كل شيء في دائرة الممكنات. زعما سينض نكونيوي ادي تاع الزمير غاس ما ربي يزمري كلش في دائرة الممكنات كلش. الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله يرحم اللي قال لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص لك في الدين لا يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. عجز كراهة وجهل وممات. الجهل ضد العلم. إذن العلم صفة أزلية لله والجهل صفة مستحيلة في حق الله. مستحيلة استحالة. ولكن نحن معاشر البشر من صفاتنا الجهل. وقد صدق الإمام الشافعي رضي الله عنه حينما قال كلما ازددت علما بجهلي. علمت شيئا وغابت عنك أشياء. وقال ربنا في القرآن وفوق كل ذي علم حليم. وحينما قال القرآن وقل رب زدني علما إذن هناك منطقة جهل واسعة جدا قد تتمدد وقد تتقلص حسب اجتهاد الإنسان. لذلك نطلب الله عز وجل باستمرار وندعوه وقل رب زدني علما. وجهل وممات. فالله حي لا يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نحن بشر أحياء ولكن مآلنا إلى ممات إلى زوال لقوله تعالى ولكل أجل كتاب. إذن هذه صفة الممات صفة مستحيلة في حق الله. وصمم وبكم عمى صمات. زاد 4 صفات. صمم ضده السمع. معنى ربي سبحانه سميع إذن لا يمكن يستحيل في حقه الصمم. وبكم يستحيل في حق الله عز وجل بكم فهو متكلم وقرآنه يسمى كلام الله. عمى الله عز وجل من صفاته الأزلية البصر سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صمات أضافها للحفاظ لتحقيق هذا السجع في متنه. فالله عز وجل يتكلم. وبعدين خلاص ذكرنا هذه الصفات التي تستحيل في حق الله تعالى. ثورة يكمل لنا يجوز في حقه فعل الممكنات. قلنا قبل حين أن الله عز وجل كل شيء ممكن لقوله تعالى في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربي أين يبغى يضرى
أين يوي يخضع، أي غير يوي يخضع، أين يبغى ربو يضرو يرى، بدليل يقول بأسرها وتركها في العدمات. معناتها بدينا بأسرها معناه جميع الممكنات لا تخرج عن إرادة الله وقدرته، لا يعجزه شيء. ربي أين يبغى يضرى في نفس الوقت، في الوقت نفسه، وتركه في العدمات، معنى قد يترك أمورا في العدم، هو حر، هو حر أين يبغى يخدم. لذلك مثلا أمر الثواب والعقاب يكفص ربي الله يوم القيامة، أمر الثواب والعقاب في أمر الله في يد الله عز وجل. إزمرت سيدي حاجة وتخدم على ربي سبحانه، هو حر. الثواب والعقاب يزمر ديالي يول يستحق العقاب، ولكن ربي سبحانه سيعفو، يعفو ياس أثيصر في فطحارة. لذلك من أسمائه الستار. إيه غاش سيجي تسقوذ إيه لو كذا عصام ربي أنا فضحني ما نسم يتشار رمضان في تقبله السين ذاك يهضر ربي الصري مالك كيني ربي وتسقوذ غير شيني يخليك غدقار زرا ما كثير مشوعي السين الصري مالك باش الزكاة ميثوفوض يا ريت ربي تشد بخام تشم مليح ميدفوض الناس الساقي غزغال سخانة نورمال سكاد فوض شهر رمضان ميثوفض بينك وبين ربي الأمر بسيط. لماذا بسيط؟ لأن الله سترك، ورب سبحانه من أسمائه الحسنى الستار، ولولا ستر الله علينا لافتضحنا. لذلك دعه لله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان الذي يجاهر بالمعصية يفات الزخ، فبالتالي وقي إثم كبير، مجاهرون وكذا عقابهم شيء. ولكن ربي سبحانه الشغليس ذنتسا راه يحاسب يوم القيامة البشر. لذلك الآن من أخطاء بعض البشر يعاقبون البشر في دار الدنيا. ذاك سين الفلاني اللي يشم جهنم صح، الفلاني شفتي قصنك كي ولي مليحة كي سكاني أبرك كي كلاسي يونس السروث ماشي وك الدين وقع على بالكم، والله ليس بدين، هذا ليس دينا من يفعل كذلك. ايش بيك راك رايح ربي قال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، من بعد يعز من يشاء ويذل من يشاء. ماذا كوني غادي قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه كلها دخل في علم الله عز وجل وفي قدرته وفي إرادته، والله لا يعجزه شيء. هذا هو ختام درسنا اليوم. العنوان القادم كتمهيد بسيط دليل وجوده تعالى، هكذا هذا هو العنوان اللي داروا ابن عاشر، دليل وجوده تعالى. طبعا الآن يقول قائل نحن آمنا بالله لا نحتاج إلى 1000 دليل، وربما في أدمغتنا 1000 شبهة، ولكن هذه مما يستأنس به فقط. لذلك يذكر بعض الأدلة، ومن أو على رأس هذه الأدلة النظر في آياته القرآنية والتأمل في آياته الكونية. هذا الذي يساعد الإنسان على تمتين الإيمان بالله عز وجل. نملص ربي الحمد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعني العقيدة الصحيحة الحمد لله. يقول الآن قوة الإيمان يكتسب بجملة أمور. من هذه الأمور الأمر الأول هو التزام العبادات، بمعنى الإنسان يعبد ربه، والعبادات من ثمراتها
تقوية الإيمان. سيمي بنادم يتظلى يتصوزم يتعشر أكثي كذاكي أستعيولت باش الإيمان هذه نرني هكا. لو كان تورب بنادم يتظلى راه كذا بالطبع الإيمان ينقص 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 بعد لما بالك أسدي يقول كان شوط كان صح. لذلك العبادات من مقاصدها تمتين هذا الإيمان، يرنو الإيمان العبد ما إلا يعبد ربي. الأمر الثاني التزام النظر في كتابه العزيز والتأمل في آياته القرآنية، يعني ملازمة القرآن تلاوة وتدبرا كلام ربي. والحمد لله رانا نسمعوه 5 مرات في اليوم. هذا اللي ما قراش القرآن مصحف يسمع، ولا يقرأ في الصلوات السرية أو في الصلوات الجهرية يسمع كلام الله ويسمع كلام الله، وهذا من ذوال ربي صافي يزيد الخشوع يزيد الإيمان إلى آخره هكذا. لذلك الآيات القرآنية هذه تدفعنا إلى النظر في آيات الله الكونية. القرآن المقروء هو الذي يدفعنا إلى التأمل والنظر في كتاب الله المنشور. فالآيات كثيرة تعرفونها كقوله تعالى في سورة فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني وين يدفعنا شو دينا ربي يوضر في السير. لذلك تصل العلماء يدفعن ذو الكفار سنادين كل يوم ذي المجالس، يوم ديال لا جيولوجي، يوم ديال لاسترونومي، يوم ديال لا ميديسين، كل يوم نبدا سنادين بالنار فيت. وهذا الامر لم يعد الان مجهولا، فهو معلوم جدا. واللي بغى يدخل هذه الوسائل هذه التكنولوجيا هذه تدفك العجب. الذين يعتنقون الاسلام يوميا يدخلون من اوسع الابواب. سيدنا راه صلاح نسناش سن صلاح نسن ند الكفار ند الملحدين سنادين قارص قبيلة وين ذان يوفى. لذلك ربي قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سورة فصلت. وربي ناد سبحان الذي خلق الأزواج كلها. سورة ياسين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سيقراي ونبض كلش نسن كلش لا أين نظرة راك ربين نظرة. وربي ناد في آيات كثيرة كما في سورة الذاريات وقد أشرنا في يوم الأيام إلى بعض الآيات والسماء ذات الحبك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون في الآية 49 إنا لموسعون إلى آخر الآيات اللي تخلينا باستمرار نتأمل في مخلوقات الله عز وجل ليزداد إيماننا. وقد قال ربنا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.